ايه يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا شوشو، منورين قناتي. لو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو بنزله. النهارده بقى بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل مع بعض روتين استعداد للشتاء جميل جدا، ونشاط كله نشاط وحيوية، وما تخليش اي حد يقول عليك انك مش نظيفة او مش مرتبة. هنعمل مع بعض حاجات اول مرة نعملها باذن الله. يلا بينا، حطي لايك للفيديو وادخلي بكل حماس يلا واتفرجي معايا للاخر، اوعى تسيبيني وتمشي. دلوقتي بقى اول حاجة عملتها نزلت الستاير علشان هغسلها، غسلتها في وقتها على طول على طول كده دور سريع. هم اساسا خفاف وبنشافوا بسرعة. وبعد كده بدأت اكنس الارضية كده علشان هشيل الانتريه من مكانه، هزقه كده شوية وبعدين هنكنس وراه ونمسح الحيطان. المساحة بتاعت الحيطان دي جميلة، اللي احنا بنمسح بيها اللي هي الارضية دي بجد تستاهل حقها، مع انها مش غالية بس جميلة جدا جدا. خلت ليها الحيطان بتاعت الشقة كلها بتبرق. بعد كده بقى كنست اي ترابه كده ورا الكراسي عشان خاطر ما تعملش طينه، لو حاجه تراب بسيط كده يعمل طينه او اي حاجه. وجبت بقى المساحه اللي قلت لكم عليها، وبدات ان انا هركب المساحه. انا كنت غسلاها تمام. بغسلها على طول وبسيبها مغسوله، ما بسيبهاش في المساحه. هركب بقى الوش بتاعها كده، بغسلها في الغساله عادي مع دور غسيل، بحطها بتبقى جميله جدا. وبعد كده جبت ميه فيها ريحه لافندر جميله جدا، معطر اللافندر ده مش قادره اقولك ريحته جميله جدا في الحيطان وفي الشقه وفي كل حاجه. وحطيتها في طبق كبير كده بحيث ان المساحه تدخل فيه، لانها بصراحه ملهاش جردل يعني. وهبدا بقى ان انا امسح الحيطان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. المساحه مرنه جدا وبتدخل معاكي يعني بتعمل معاكي كل الاشكال، جميلة جدا جدا يعني. بصي بصراحة أنا بحبها، بحب أمسح بيها وخفيفة وسهلة. بدأت بقى أمسح الحيطة كلها زي ما انتوا شايفين كده. أنا همسح معاكم الحيطة دي وبعد كده هكمل أنا بقى باقي الحيطان لوحدي. بس بجد لازم تجيب الشرشوبة دي جميلة جدا. انتوا عارفين ان انا مش بقولكوا على الحاجة الوحشة بقول وحشة، بس الشرشوبة دي بجد تستاهل حقها. ده بقى روتين كده نظافة تعمليه كل شهر تقريبا، كل ما تحسي ان الحيطان عليها تراب، ان انت عايزة تعملي حاجة تطلعي الطاقة السلبية اللي عندك. المهم ان انت تعملي الحاجة دي وقت ما تحسي انك مخنوقة. خلصت الحيطة دي وكمان الارضية مكان الانتريه ورجعته مكانه. ورجعت الشجرة كمان، الشجرة دي بتتغسل تحت الحنفية عادي جدا برضو. والترابيزة كمان مسحتها والكرسي. ببدأ بقى اشيل اي حاجة تحته كده وهمسح بقى باقي الارضية. انا مش عارفة المونتاج في حاجة غلط، والله معلش سامحوني لو في فيديو متكرر ولا متعاد. بس والله انا يعني مش عارفة المونتاج فيه او الفيديوهات فيها حاجة غلط. معلش بقى المقطع ده اتكرر. شايفين اللي ما بتشيلش اي وسخ خالص. هبدأ ارجع تاني الانتريهات تاني مكانها. في الوقت ده كده الستارة كنت نشرتها يعني واتغسلت، تاخدش معايا وقت خالص يا بنات، خصوصا لما بتنشفيها. انا نشفتها وحطيتها دقيقتين بس على البلكونه، خدت هوا وبعد كده ركبتها تاني. وكمان لمعت الشباك، غسلت الشباك والحيطه اللي فوق التكييف وجنب التكييف كده والشباك كله. كنت لما المخدات بقى هبدا بقى ان انا ارصهم عشان كنت منفضه الانتريه والشيلت وكده، هبدا ارصهم تاني. جبت الستاير بقى وهنركبها مع بعض اهو، تخلي ريحه شقتك كلها حلوه على طول. وما تركنيش يعني، ما تسيبيش الحاجة متشالة وتركنيها، لا في ثانية كده وقتها. هتركني لايه يعني؟ ان شاء الله هجيب ستارة تانية تكون غيارة معاها، اشيل دي واركب دي. بكلم روان.
وهبدأ بقى ايه اركبها كده، هتفلت مني بس عادي، انا متعودة على كده كل مرة ان هي تفلت على دماغي يعني. بس كده ركبتها الحمد لله، فلتت مرة واحدة مش 20 مرة زي كل مرة. وبعد كده بقى هفتح الستاير كده هعدلها، ريحتها تحفة يا بنات والله. خليكي ست شاطرة مش مقصرة في اي حاجة، مهما اتحطت عليكي شغل ومهما اتحط عليكي اي ازمات تسدي فيها. احنا بنبان في الازمات. انا بقى كنت فرشت الحافظة كده وحطيت الترابيزة تمام. بعد ما مسحت الارضية، مقطع المسح الارضية ده انا مش عارفة هو راح فين بصراحة. بعد كده هنرمع الشاشة عشان خاطر اي تراب كان عليها وكده. ما بقتش احط على المناديل ولا جليدز ولا ملمع ولا اي حاجة خالص، عشان ما تبقاش غلط عليها. بعد كده بقى ايه هنيجي للشقة اللي هنا، هنفضها كويس بس هفرشها تاني. هي معلهاش اي حاجة غير تراب، بنفض التراب اللي فيها كويس وافرشها تاني بتبقى كويسة. اياد دايما كده طلع لي في كل روتين كده. هنفض المشايات برضو اللي قدام التلاجة واللي في الطرقة، وهبدأ بقى ان انا اكنس. وبعد كده هلمعها برضو باللافندر وادي تلميعة الحيطان انا لمعتها كلها مرة واحدة. خلصت كده بقى، وهودي الزبالة عند باب الشقة كده والمها بالجاروف واحطها في السلة، عشان لما امسح الارضية تتمسح بقى كلها على نظافة كده. هرتب بقى القعدة واشيل البياضات دي بقى، هي نظيفة والله ما فيهاش اي حاجة بس تراب، علشان محدش بيقعد عليها. انفض بس القعدة كده وروس المساند عشان تبقى ايه مش عليها تراب ولا حاجة. همسح بقى. جميلة اوي المساحة، بص انا فرحانة بيها مع انها عندي بس خفيفة، مشجعاني على كل حاجة. بالمعطر برضو. وسبتها تنشف شوية، وبعد كده هجيب الحافظة وافرشها. بمسح بقى كده عند باب الشقة ورا الستاند وباب أوضة الأطفال والحاجات دي. كده خلصت وهفرش بقى الحافظة. بس كده روتينك في ثانية كده والله يا بنات، يعني في وقت ما تحبي قومي اعملي، ما تأجليش حاجة. وبس كده الحمد لله. هندخل بقى على المطبخ، فتحت الشبابيك كده والصواني مكان السمسم، بنفض السمسم وبعد كده ايه هغسلهم. همسحهم كده وهرص بقى كل حاجة مكانها، والصواني كمان هشطفها. بس هرتب الاول المطبخ وبعد كده هغسل المواعين. ارتب الاول المطبخ بتاعي، ارتب الرخامة ولمع الرخامة ولمع اي حاجة زيادة هشيلها، هركن اي حاجة زيادة على الرخامة. ده كان باقي قرصتين، اي اطباق زيادة هشيلها من على الرخامة وهلمعها كده. وارص المنظمات دي هشيل الحاجة اللي فيها برضو. اي حاجة زيادة ملهاش لازمة بشيلها، والحاجة اللي بدور عليها بلاقيها، كل حاجة فيها. في واحد في الوصلات النور واي ورقة مهمة بحطها فيه، وفي اللي يعني مش بغسيل ضايع او كده بحطها فيه، شمع للنور يطفي، شمع لزق، اي حاجة. برجع بقى الحاجة اللي مش في مكانها مكانها كده، عشان تبقى ايه كل حاجة مكانها. ديت بتاعت اللهم صل على النبي، ورق الزبدة، هعمل بيها اي حاجة يعني، مبحبش ارميها.
كده بقى بفضي المطبقية برضو اللي على الحوض، بشيل الطباق واحطها مكانها، والكوبايات اللي مغسولة عشان خاطر لما اغسل تبقى فاضية. برجع كل حاجة مكانها كده. ورصيت المواعين، هما مش مواعين، هي الصينية وفيها كوبايات بس، هما مش مواعين، بس اغسلهم برضو. بس هلمع الرخامة الاول. احنا طبعا متعودين ان احنا منسيبش اي حاجة لاي حد يتكلم يعني. بعد كده هكنس الارضية. كان في لزقة كده ملزوقة على الارض شلتها. اكنس الارضية بقى كده، وكمان هلمعها، همسحها برضو بنفس المية عليها معطر برضو عشان تبقى الشقة كلها ريحتها حلوة. وهجيب الجاروف بقى والم الزبالة دي. الم الزبالة كلها بقى عشان يبقى ايه، هغسل بس المواعين ونعمل البطاطا مع بعض. كده بقى هجيب الشرشوبة وامسح الارضية. المطبخ الرخامة اتروقت زي ما انتم شايفين، وكمان السلة بتاعت الدرج دي على طول متروقة وفيها كيس بلاستيك عشان ما تتوسخش. بمسح بقى الارضية كده. بتدخل تحت البوتاجاز وتحت اي حاجة، وحطيت بقى المشاية. هاجي هنا بقى هفضي الاول الصابون بتاع المواعين عشان اغسل شوية الطباق والمواعين وكده. بحب اجيب الصابون السايب ده، جميل جدا والله. بعد كده بقى ايه، هغسل الكوبايات. بس هملى الازازة الاول، اول حاجة عملتها غسلت الازازة وهملاها. خلصت الحوض زي ما انتم شايفين، وكمان الكوبايات اهي، والصينية حطيتها مكانها. كنت جايبة بطاطا من السوق 3 كيلو ب10. فقلت بقى بالمرة كده طالما دخلت المطبخ وعملت شاطرة، يبقى اعمل لهم ايه حاجة حلوة. هي هشويها في الفرن يعني، هي مش شغلانة ولا حاجة. بس اهم حاجة تغسليها من الطين اللي بيبقى فيها كويس، وتنضفيها لو فيها اي حتة ولا كده، انا بشيل بوزها. وجبت صاجة كده، واللي بدأت اللي انا اغسلها احطها فيها. بس تأكدي انت غسلها كويس. بشيل بقى البوز من هنا ومن هنا، وبس كده. هغسلها كلها بالطريقة دي. واللي تحس ان هي مليانة شوية افتحيها بالسكينة من الجنب ده والجنب ده. فتحتين في الجنب كده هتساعد معاكي ان هي تستوي بسرعة. طبعا وانا هغسلها مرة واحدة لا طبعا. هلم كل اللي في الحوض ده دلوقتي، وهديها كمان وش تاني كده. وبعد كده هنشفها كويس واحطها في الفرن. احنا متعودين يعني نغسل حاجتنا مرة واحدة، لا طبعا. بعد كده هديها بقى الوش التاني على طول. وهجيب الفوطة بتاعتي، وبعد كده اللي هتطلع هنشفها كويس. وبرصها تاني في صاج. مسكت الفوطه في ايدي بدل ما هي محطوطه بقى على البتاع كده، وسهلت الموضوع. هدخلها بقى الفرن، هولع من تحت وهدي عشان ما تتحرقش معايا. وسايباها دلوقتي في الفرن، وقلت اوريكم الحاجات اللي انا جايباها. جبت المنظمات دي عشان احط فيها اكل بقى. التانية انا مستخدماها زي ما انتوا عارفين، حاطه فيها حاجات البيت والمطبخ. وجبت قطعه البيتزا دي ب10 جنيه تقريبا، جميله، جميله جدا. وجبت الكيس الحلواني ده الحراري. وجبت كمان فرش للتلاج. بس انا شكلي كده مش هحط الفرش دي عندي، هحطها عند حماتي تحت. ب10 جنيه. كان عليها عرض ب10 جنيه جبتها. هشيلهم بقى وقت ما نيجي نستخدمهم مع بعض.
بصوا الالوان، انا جايبه الوان مختلفه عن الالوان اللي عندي كده بالشكل. حلوين، انا بحبهم جدا واستخداماتهم كتيره. تحطي فيها فشار، تحطي فيها بطاطس، تحطي فيها شيبسي، تحطي فيها اي حاجه. واحده في المطبخ وتبقى واحده برضو للاكلات وكده. بصوا هو جميل يعني، عاجبني قوي بصراحه، والوانهم جميله تحفه. بس كده. وبعد كده بقى ايه، بدأت اقعد قدام الفرن والبطاطا اللي تستوي اقلبها لحد بقى ايه ما استوت معايا كلها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بدأت اقلب البطاطا على جنبها التاني كده عشان خاطر تبقى تستوي كلها سوا واحد، وطلعت معايا بالشكل الجميل ده. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسينيش بلايك وشير للقناة لو عجبك الفيديو. مع السلامة.